شهر رجب كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: شهر الاستغفار لأمتي. واحد يحاول أن يتخلص من ذنوبه فأكثروا فيه الاستغفار فإن الله غفور رحيم. ويسمى رجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. أنا أتذكر بعض الشباب عندما كنا في الكويت كانوا يصومون 3 أشهر: رجب وشعبان وشهر رمضان. هذا التوجه إلى هذه الأمور المعنوية. من جملة الأشياء المستحبة في هذا الشهر العمرة الرجبية، لها فضل كبير، وللعمرة الرجبية موقع في كتب الفقه تالية الحج في الثواب كما في الروايات. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذا الشهر له موقع متميز. الأدعية الموجودة في هذا الشهر، هنالك أحد الرواة محمد بن ذكوان، هذا كان يلقب بالسجاد لأنه كان كثير السجود وكان كثير البكاء. ذاكرين في أحوال أنه بكى أو سجد حتى ذهب بصره. جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا رجب، علمني دعاء ينفعني الله فيه. فقال له الإمام صلوات الله عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. هذا الدعاء الآخر الذي يقرأ: خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك، إلى آخر الدعاء الآخر: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. هذا الشهر، شهر رجب، ينبغي أن نحاول بقدر الإمكان أن نجعله شهر الاستغفار والتوبة أولا، اللي هذا أهم من كل شيء، وشهر العبادة والدعاء ثانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.